سمعت عن مشاكل أعضاء مجلس الشعب داخل البرلمان المصري؟ ما سمعتش؟ يلا بينا. عضو مجلس شعب محترم قاعد مستني كلمته علشان يتكلم عن مصر ومشاكل المصريين. رئيس مجلس الشعب نادى عليه باسمه الثنائي. قام عضو البرلمان رد عليه قال له لو سمحت لما تيجي تنده اسمي قول الثلاثي علشان الناس مستنياني عشان تعرف ان انا اللي هتكلم. حضراتكم شفتوا ما احنا وصلنا لحد فين من اضحوكه للعالم على المصريين؟ شفتوا عضو مجلس الشعب طالع يتكلم بدل ما يتكلم على مشاكل الشعب والجلو والاسعار والمشاكل اللي بيعاني منها المصريين والشعب المطحون المصري، طالع بيناقش رئيس مجلس الشعب في اسمه الثلاثي. حضرتك خلصت المدرسه وعديت مرحله الحضانه، حضرتك بقيت عضو في المجلس المصري، حضرتك لما يقول اسمك فلان الفلاني تطلع وتقول تمام يا فندم وتتكلم عن الاعضاء وعن الناس اللي انتخبتك عشان انت منتخب باسم الشعب المصري، تطلع تقول واحد اتنين تلاته. الشعب المصري بيعاني وبيعاني وبيعاني، بيعاني من الغلاء وبيعاني من الفقر وبيعاني من البطاله وبيعاني من زياده الكهرباء والتموين والرز و الى اخره. مش حضرتك طالع تتكلم مع رئيس مجلس الشعب وتناقشه في اسم حضرتك الثلاثي؟ الناس مش مستنياك ولا عايزه تعرف اسمك، الناس مستنيه واحد محترم يطلع يتكلم عن مشاكلها الوجوديه اللي عايزه حل لمصر وللمصريين.